اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى جاي بصبح عليكم احلى صباح. صباحكم هو الراحه والسعاده والهنا كله، صباحكم بالرزق الواسع احنا وانتوا اجمعين. بصوا بقى النهارده هعمل معاكم النجس بطريقه جميله. انا عندي النهارده اهو، بص جبت كان عندي فرخه، خدت الوركان بتوعهم عملتهم بطريقه تانية، شويتهم وخدت الصدر بتاع الفرخه. هعمله معاكم بقى بالطريقه الحلوه دي اهو. بصوا مفيش اسهل من كده اهي. الطريقه بتاعته من الصدر بتاع الفرخ، وانا سالقه بطاطاي، وده اهو نص رغيف مبوشاه في ميه، وده هي بيضه، وده اهي معلقتين نشا ومعلقتين دقيق، وادي كميه البهارات دول معلقتين من البقسماط اللي هو الكيس اللي هو الفيجيتار ده، وده هي بهارات مخصوص من عند العطار للناجتس ده، وده هو بابريكا، وده هو بهارات برضو مش للفراخ، وده فلفل اسمر، وده ملح، وده برضو بابريكا صفرة كده. لا دي مش بابريكا، ديت الكركم، وده هي بهارات للفراخ. يعني انا ايه عامله شويه بهارات حلوه، يعني مش مظبطاه في البهارات دي من عند العطار. احلى بهارات جميله، تشكيل بهارات 100 100 اهو. هقطع معاكم الفراخ اهو ما شاء الله. لو في ورك ماشي عندكم معاه يكون احسن كمان، يعني ما يبقى ورك على صدر بيكون احلى واحلى كمان. بس انا بقى ما كانش عندي غير الصدرين، هقف يعني لا همشي الدنيا برضو. كله بيمشي، ده في ناس بتحط الجلد ده، المصانع بيحطوا جلد وبيحطوا حاجات كتير، يعني ما تفكروش ان هي فراخ صافي صافي كده، لا اهي. هتقطعيها كده اهو ما شاء الله اهوت. خلاص اهوت انا قطعت الفراخ معاكم اهو. قطعيها كده عشان بس ما توقفش الايه الكب. خلاص هفضي بس البطاطايه ده اهي كده اهو. فضي بطاطايه واحده بس مسلوقه، وديت نص رغيف عيش من بتاع الطابونه عادي اهو، نص الرغيف بس. وادي كميه الفراخ ما شاء الله. كل ده بقى اضربيه ضربه ايه حلوه معاك اهو ما شاء الله تبارك الله اهوت ما شاء الله. هضربه بقى واوريه لكم. استنى. خلاص اهو بضربها في الكبه اهو، وحطيت البيضه معاها كمان، حطيت البيضه كمان معاها. يبقى كده حطيت الفراخ وحطيت البطاطايه وحطيت نص الرغيف اللي انا بلاه وحطيت البيضه، انضربوا كلهم مع بعض اهو. مش انا عايزاه بضرب ناعم كده ما شاء الله اهو زي العسل. هفضيه بس هنا وخلاص كده ايه. هنزل بقى بكل المكونات اهي. خلاص ضربتها ضرب حلو خالص، نعمتها جامد، اهم حاجه تنعمها جامد عشان كل المكونات تختلط ببعضها. والبيضه بتبقى حلوه، البيضه كمان بتبقى ايه جميله معاه اهي، بتنفشه وبتخليه زي العسل. كل ده بقى هينزل معايا كده اهو بالاسباتيوله كده اهو. كده فضيت الفراخ اللي هي المضروبه في الكبه مع البطاطايه المسلوقه مع نص الرغيف اللي انا بلاه ومبوشاه وحطيته عليه، وديت البهارات اللي انا قلت لكم عليها اهي ما شاء الله. كميه بهارات بقى من عند العطار زي العسل، دي بهارات مخصوصه من عند العطار للناجتس دي. وديت البابريكا اللي هي الصفرة، ودي فلفل اسمر، ودي بهارات للفراخ، وده هي ملح، وده هي 3 معالق من هما الفيجيتار، وده هو الكركم اللي هو الاصفر ده اهو. كل ده هتنزليه معاك اهو. وده هم معلقه نشا، معلقه واحده نشا ومعلقه واحده من الدقيق. ليه بقى؟ الدقيق والنشا ما بيخليهوش يكش ولا يفك معاك، يفضل جميل كده معاك. كل ده بقى تخلطيه مع بعضه اهو ما شاء الله اهو. كل ده هتقومي خلطاه كده اهو يتماسك معاكي كده يبقى زي العسل. وهشكله معاكم وهوريه معاك. ده هو بقى بينفع كمان في تفريزات رمضان، يبقى زي العسل. تعمليه وتوضبيه كده وتحطيه في الفريزر وتطلعي على التحمير على طول. خلاص كده هي الفراخ وكله خلص اهو، خلصت وبقت زي العسل اهي ما شاء الله عليها. هي بعد ما انضربت كلها بالطلب بالحاجات بتاعتها، كل المكونات اللي انا حطيتها خلاص بقت زي العسل اهي، ما هيش ناقصه اي حاجه. هتجيب الصينيه بقى كده اهو وشويه زيت صغيرين اهو ما شاء الله، وبرده تحط حبه زيت على الوش كده اهو لان هي ما فيهاش ريحه الدسم خالص. وهتقومي بقى ايه بالفرشه ودهناها كده اهو، دهناها كلها كده، وتقومي نازله على قد ما هي هتاخد بقى. شوفي هتاخد ايه ما شاء الله. هي لو خدتها كلها ماشي، ممكن اعملها على صينيتين، ممكن اعملها على صينيتين على حسب ما انت عايزه سمكها ايه اهو.
خلاص نزلت انا بالعجينه بتاعت الفراخ اهيت والطلبات بتاعتها كلها ما شاء الله اهي. تسويها بقى كده اهو ما شاء الله اهو ما شاء الله. سويها بس واديها ايه حقها كده اهو. ممكن تعمليها على ايدك كده زي ايه الناجس بقى اللي هو بيجي من بره كده اهو كده كده اهوت وتظبطيها كده. ممكن تعمليها كده اهي. وممكن بقى عشان اختصارا للوقت يعني اقوم بقى ايه انا هعمل حبه كده وحبه كده واقوم نازله بيهم في الصينيه كده اهو ومظبطاهم وبالسكينه وتقومي مقطعاها وتقومي سايباها في الفريزر نص ساعه تمسك وتقومي بقى مطلعاها ومظبطه على التحمير على طول. وتخزني منها بقى كده اهو. كل ما تعوزي مثلا لو جايه من الشغل متاخره وراكي مشوار تطلعي الطبق في ثواني في ثواني كده تقومي بقى ايه عاملاه اهي الاسباتيولا كده اهو وتظبطيها كده اهو وحبه زيت صغيرين وهوريكي تعجنيها تقطعيها ازاي. مفيش اسهل والله العظيم منها كده. اسهل طريقه اهي. خلاص كده ما شاء الله اهو. خلصت الكميه فرده اهو. ودي بقى ايدي هشكلها على ايدي. انا عايزه اعمل شكلين. انا ممكن اشكلها في صينيه تانية بس انا عايزه اعملها شكلين اهو. حبه زيت صغيرين بس على الوش. حبه زيت صغيرين خالص اهو. وتقومي ايه بالفرشه وفرده الزيت كده اهو اهو. الله عليها بتطلع عسل كده عسل اهي. شوفوا شكلها جميل. وتقومي بقى والله طعمها كمان بالبهارات اللي انا عاملاها ده الله عليها اهي. بصي بصوا كده بقى معايا اهي بالسكينه كده وتقومي نازله كده تقطيعها اهي وداخلها بس الفريزر نص ساعه تمسك وتطلعيها بقى. انا هعملها صوابع انت عايزاها تعمليها كبيره صغيره مدوره اللي انت عايزاه بقى اهو كده اهو. ما شاء الله ما شاء الله بتطلع عسل كده عسل اهي. على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. انا مش عايزاها ايه تكون طويله قوي عشان تطلع شكلها حلو اهي. تطلع في الشكل ايه حلوه كده اهي. تحطها بس في الفريزر تتجمد شويه وتطلعيها تعمليها بالكريسبي او بالكورن فليكس وتظبطيها وتقومي بقى مدخلاها ايه تحمري منها اللي انت عايزاه والباقي تقومي بقى ايه يعني محمري اللي انت عايزاه والباقي تقومي عاملاه في اطباق جاهز على التحمير اهو. شوفوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي اهي. الباقي بقى هتقومي بقى عاملاه اهو. انا وريتك اللي هو بتقطع بسرعه ووريتك برده اللي هو ده اهو. ادي شكل وادي شكل. ده هو برده ما فيش اسرع منه. ما هو الصعب يعني اهي. تعمليها كده اهو كوره وكوره صغيره كده اهو اهي كده. وشوفي اهي زي اللي بتيجي مثلا ايه مدور عايزاها مدوره. هوريك واحده مدوره اهي. ده هي مدوره اهي تبقى جميله. ادي واحده مدوره. واحده تانية اهي طويله مثلا اهي. شوفي كده اهو. يعني ايه الشكل اللي انت حاباه اعمليه. الشكل اللي انت حاباه كده اعمليه اهو كده اهو. شكلي بقى ونوعي بقى وايه وعيالك اللي هتاكل شوفوا هما بيحبوا ايه وظبطي لهم اللي هم عايزينه عشان يكونوا حابين الحاجه وهم بياكلوها. وطبعا العيل كلها بتحب الحاجات دي عن الطبيخ وعن الحاجات دي كلها اهي. بيبقوا فرحانين وهم بياكلوا دي اهو. شكلنا دي وشكلنا دي معاكي شكلين اهو. شوفي بقى الشكل اللي انت عايزاه هحطه في الفريزر نص ساعه بس وهوريه لكم بعد ما يطلع. وكده بعد ما دخلنا الناجتس التلاجة حطيتهم اكتر من 3 ساعات. دي اللي انا حطيتها وشكلتها معاكم وعملتها قطعتها بالاكياس. وده هي اللي انا عملتها على ايدي. ادي شكل وادي شكل ما شاء الله اهي. دي اللي عاملاها على ايديا كده وسويتها. ودي بقى جبت معلقتين نشا اهي ومعلقتين دقيق وحطيت عليهم ايه حبه ملح صغيرين كده اهي. حبه بهارات فراخ حبه فلفل اسمر هتقلبيهم كده اهو. وده هي ميه ساقعه من التلاجة. ميه ساقعه هي تحط على حبه فلفل اسمر نفس النظام اهو. وتقومي برده مقلباهم. قلبي كده اهو. دي ميه ساقعه من التلاجة بس تحط فيهم شويه البهارات ده بس كده. اللي يعجبك بقى انا بعملهم ايه بطريقه النشا والدقيق. وفي ناس بتحب تعملهم بالميه الساقعه بس اهو ولا بيض ولا اي حاجه. وده هو ما شاء الله اهو. وتقومي واخده كده ومشكله بقى. دي اللي انا عاملاها على ايديا اهي طالعه برده زي العسل اهي ما شاء الله. اللي يعجبك بقى. ومعايا الكريسبي ده انا جبته من عند العطار وطحنته في الكبه شويه علشان ايه ما يبقاش خشن قوي. وترش عليهم شويه بهارات بس صغيرين كده اهو
اهو، وبهارات برضو من هي بتاع الفراخ كمان اهي، بتطعم الخلطه اهي، تبقى زي العسل. وتقلبها بقى كده، قلبها كده اهو، تقلبها بس كده، والله العظيم احلى من اللي بتتشري من بره. ندعه ملح بس صغيره، عشان ايه؟ عشان ما تبقاش عدبه. ندعه ملح صغيره اهي، ندعه ملح صغيره، وتقلبي بقى الخلطه دي كلها مع بعضها كده. خلاص بقت جاهزه اهي، خلاص ما شاء الله اهي. معايا اطباق من ده اهي، هتقومي عاملاها في الخلطه. هوريك ازاي، سهله خالص. هتعيدي بس عليها تشكيل كده اهو، تعيدي بس عليها كده اهو اهي كده اهو، وتقومي بقى ايه مطلعاها كده من الكيسه. ما شاء الله اهي، شوفي مفيش اسهل ولا احسن من كده، مفيش اسهل ولا احسن من كده اهي. ما شاء الله اهي عسله. شوفوا، وهتقومي نازله بالخلطه كده اهو، ادي ديت الخلطه اهي، ونازله بالكريسبي اهي. ما شاء الله. شوفي بقى انت عايز ده، هي برضو تنفع على فكره قوي في تخزينات رمضان، تنفع قوي قوي يعني في تخزينات رمضان. انا بعيدها مرتين اهي، بعيدها مرتين عشان تشيل الكريسبي دي حلوه يعني، كميه حلوه اهي. وتقوم نازله بالخلطه كده، ما شاء الله هتشيل معاكي ايه كميه حلوه، وتبقى زي العسل. وتمليها بقى في اطباق، وتخزنيها في الفريزر، وتطلعي على الاكل على طول. في رمضان في غير رمضان بتعمل معاكي كميه حلوه اهي. جايه من الشغل متاخره، وراكي مشوار، هتطلعي وتحمري. ادي اللي انا عاملاها برضو على ايدي اهي، اعملها بميه اهي، ادي ميه بس، وادي برضو بالخلطه اهي. ما شاء الله مفيش اسهل ولا احلى من كده اهي. شوفي، وتنزليها في الميه تاني، وتقومي ايه راجعه بها في الخلطه تاني. مفيش اسهل والله احلى من كده. يبقى انا عملنا بالخلطه دي، وعملت بالميه، عملت دي على النشا على البهارات، وعملت بالميه. اللي يعجبك بقى، الخلطه اللي تعجبك اعملي بيه اهو. هخلص بقى الكميه معاكم وهوريها لكم بعد ما اخلص كده. خلاص اهو، خلصت الكميه كلها. ما شاء الله هي اهي، ما شاء الله على جمالهم اهو اهو. كل ديت من صدر فرخه بس، كل الكميه ده اهي اهي. وخلي بالك ده 3 طبقات في الطبق، يعني الطبق ده اهو حاطه اكياس تحت اهو في 3 طبقات، دي 3 طبقات، وده اهو 3 طبقات. ما شاء الله، يعني تطلعي الطبق يكفيكي يوم كامل، وتشبعي منه كمان هي وانتوا والعيال، وتحمري بقى وتاكلي. ما شاء الله اهي. شوفوا ما شاء الله، احلى نجت اهوت من صدر فرخه واحد، من صدر فرخه واحد. ما شاء الله اهو. عملنا طبقين، والطبق فيه 3 ادوار. ما شاء الله على الكميه الجميله دي اهو. عسل اهو ما شاء الله. ينفع لتخزين رمضان، ينفع للاكل في اي وقت، ينفع لو جايه متاخره من الشغل او وراكي حاجه. ما شاء الله. اذا عجبكم بقى في الفيديو ما تنسوش تحطوا له لايك واشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. ومع السلامه يا حبايبي. بس كده بقى انا خلصت الكميه، وهبدا احمر منها كمان. احلى حاجه هتوطي عليها بس النار عشان ما تتحرقش، ويبقى قلبها طايب. ما شاء الله عليها وعلى جمالها. مع بقى شويه عيش كده فينو بقى، وشويه مخلل كده. الله الله على الجمال. اهم حاجه توطي النار عشان ايه قلبها يكون طايب اهو. خلاص كده اتحمر وبقى زي العسل اهو، وطايب ما شاء الله عليه. بصوا اهم حاجه شوفوا النار، نار ايه سهرايه كده. ليه بقى؟ عشان قلبه نفسه يبقى قلبه طايب اهو. نار اهم حاجه تكون واطيه خالص. شوفي بالمعلقه بس تعملي كده. انا اصلا مش مطخنه قوي. ما شاء الله اهو، ما شاء الله. هو فتحت العيش معاكم اهو، عيش الفينو العسل، واقوم ماسكه بقى اهوت مقطعاه كده اهو. شوفوا بقى قلبه وحلاوته كده. شوفوا يا حبايب قلبي، شوفوا اللحم بتاع الفراخ جميل ازاي، مستوي من جوه وطعمه خرافه كده. وتقومي بقى اهوت عامله احلى سندوتش ممكن تاكليه. ما تقوليش بقى اكل بره، اوعوا تقولوا اكل بره خالص اهو. ادي بقى تعملي كده ما شاء الله.
جمال جمال رباني والله يا حبايبي. حبه كاتشب كده صغيرين اهو. الله على السندوتش ده. تشتري بقى بكام من بره؟ شوفي بقى هتشتري بكام من بره. وادي شويه مخلل بقى من اللي ام ساره عاملاه اهو. ودوقي احلى سندوتش ممكن تاكليه اهو. شوفوا السندوتشات عامله ازاي. اعمل كمان واحد معاكم اهو. ما شاء الله على الجمال اللي في السندوتشات. بصوا مش هقول لك هو بكام بره، وانت بتشتري عارفه هو بكام اهو. ما شاء الله اهو. وشويه الكاتشب كده عليه. الله الله على السندوتش الجميل ده اهو. شوفوا بقى، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تخشوا كده تشوفوه. يعني اهم حاجه يكون عاجبكم المنظر بس الاكل اهو. ما تقوعوا بقى تنسوش تحطوا له بقى لايك. ده فضلا وليس امرا، ده فضل من اختي لاخواتها. يعني انا مش طالبه منكم حاجه كتير اهو. مع كوبايه الشاي بقى الجميله دي. الله، اكل بقى معاكم قطمه كده، احلى قطمه. وشوفوا يا حبايب قلبي، انا عايزه اوريكم بس قلب الاكل كده. وشوفوا الناجتس طعمه عامل ازاي، وطعمه وريحته. انا حاطه عليه كميه بهارات والله العظيم، شويه بهارات عليه عسل. شوفوا بقى اما اكل معاكم كده بقى سندوتش كده. الله اهو. وشويه عيش فينو مع عليه. الله جميل. واشرب بقى شويه شاي اهو. الله على السندوتش. خشوا بقى. مع السلامه بقى يا حبايبي، ومع فيديو تاني.